اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فخر. معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بودكاست قعده زملكاويه اللي بياتيكم كل جمعه الساعه 3 مساء. النهارده احنا هنتكلم على ايه؟ طبعا مفيش اخبار عن الزمالك الفتره دي، فالبودكاست قعده زملكاويه المره دي مختلف تماما، مش هيكون بس عن زي كل جمعه كده عن اخبار بس الزمالك، لا النهارده انا معايا الفخراني الكبير. النهارده احنا هنتكلم على ذكريات الزمالك مع بابا، وهنتكلم على البطولات اللي حضرها، وازاي هو كان مثلا بيروح الاستاد مع الزمالك وبيروح من امتى، وبس كده. دي كل حاجات هنقولها في الفيديو، فخلينا نبدا. اول سؤال هساله لك وهو ايه سبب اصلا حبك للزمالك، وانت بتشجع الزمالك اصلا من امتى؟ انا بشجع الزمالك يمكن من وانا عندي 3 أو 4 سنين. لان البيت عندنا كله كان زملكاوي. والدي ربنا يديله طول العمر والصحه زملكاوي. عمي طبعا ده السبب الاساسي ان انا اطلع زملكاوي، لانه كان ده مش زملكاوي عادي، ده كان زملكاوي غير عادي. في فرق بين ان انت تشجع كوره وبتحب فريق وانتمائك، ده كان كل حياته زمالك، عشقه في يومه في شغله. هو كان بيلعب كوره دوري شركات زمان، وكان عاشق جدا للزمالك يعني. يعني الزمالك لو كان اتغلب كان ممكن ما يتعشاش وما يروحش الشغل تاني يوم وما ياكلش ويشرب وحاجات كتيره كده. طيب ايه اللي دايما لما بنشوف معظم مشجعي مصر او نص مشجعي مصر بيشجعوا الاهلي وبيشجعوا النادي المنافس، دايما لما تلاقي حد زملكاوي دايما يتسال انت ليه زملكاوي؟ لان دايما الاغلبيه بتروح للنادي الاهلي، الفريق اللي بيكسب. هو اولا طبعا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ليه كل الاحترام والتقدير، اخواتنا وحبايبنا، واحنا كلنا بنمثل مصر وبنمثل المنتخبات المصريه. صح. ودايما قطبي الكره المصريه في مصر الاهلي والزمالك هم المفرغه لمنتخب مصر، يمكن في لعبات جماعيه ولعبات كتير. وحته انتمائك للزمالك بيجي بسبب ايوه، اولا اسرتك زملكاويه، حد في العيله مثلا زي ما انا كنت وانا صغير زملكاوي، فتلاقيه دايما بيميل. وبعدين جمهور الزمالك جمهور فاهم قوي. ايوه، ودايما لما تقعد مع حد زملكاوي تتكلم معاه وتحاور في الكوره هتلاقي هو ملم، هتلاقي عنده افكار، بيتكلم في تكتيك، بيتكلم في تغييرات، يغير ده امتى، فتلاقي الوعي كبير في جماهير الزمالك. جمهور الزمالك. وكمان جمهور الزمالك بيميل دايما للفنيات، يحب اللعيب المهاري، يحب يشوف الزمالك دايما بيلعب كرة على الارض زي شيكابالا وزي بن شرقي. ويتسمى الزمالك من السبعينات ومن الستينات كمان، من الناس الاكبر مننا كانوا يقولوا لنا مدرسه الفن والهندسه. يعني في فن وفي هندسه، فدول جملتين مرتبطين بتاريخ الزمالك كله من وانا واعي على الكوره، وانا بسمع عن كابتن حسن شحاته طبعا مدرب منتخب مصر اللي يعني عمل احلى انجازات من 2006 و2008 و2010. بنتكلم على كابتن فاروق جعفر، ده كان ده الجيل اللي انت حضرته اول ما شجعت خط النص. طبعا انا اتفرجت، يعني انا كنت في يعتبر وعيت للزمالك اوائل الثمانينات. كان انا من دلوقتي اهو في سني ده انا اقدر اقول لك يمكن اغلبيه اللعيبه اللي كنت حافظ اسمائهم وانا صغير. يعني انا حافظ كابتن عادل مأمور حراسه المرمى، عادل عبد الواحد لعيب كانوا في خط الظهر كابتن سعيد الجداي، كان كابتن محمد صلاح، كابتن رضا حميدة رحمه الله عليه، كان كابتن رضا حميدة من 80 ل 82 في الزمالك، ولعب في الترسانه، ولعب في مقاولين العرب، ولعب في منتخب مصر. كابتن رضا حميدة كان باك ليفت الزمالك. جه بعديه طبعا ناس كتيره قوي في المركز ده طبعا زي كابتن طارق يحيى، كابتن احمد رمزي، خالد الغندور بندق، وهكذا بقى الاجيال في الحته دي. وفي المركز ده بالذات ما انساش كان كابتن احمد رمزي ده اسطوره زملكاويه، وانا صغير كنت بتفرج عليه، كان لعيب كبير قوي. انا يمكن اول ماتش دخلته في الاستاد، كنت لسه هسألك اول ماتش دخلته في الاستاد مع عمي بقى. الذكريات بتاخدنا اهو، يمكن 83 84 كان الزمالك بيلعب غزل دمياط في الدوري، وكان الزمالك كسبان الماتش ده 3-1 تقريبا. كنت عندك كام سنه تقريبا؟ كان عندي حوالي 7-8 سنين تقريبا. استاد دخلت الاستاد. وكان جمال عبد الحميد انا فاكر، وكابتن احمد رمزي، ولعيبه كتار قوي بقى. يعني في الفتره اللي هي في الثمانينات افتكر كابتن برضو يمكن ابراهيم يوسف، انا اتفرجت عليه، كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه، كان غزال مصر الاسمر، كان ليبرو، وكان لعيب بيلعب كرة على الارض، وكان مساك، وكان هداف وبيلعب براسه. يعني ما انساش الاسماء الكتيره دي في نادي الزمالك، كابتن محمد حلمي واحمد عبد الحليم. انا بفتكر الكلام ده، يمكن انتوا الجيل بتاعكم ما تسمعوش على الاسماء لا اسمع عن بعض الاسماء، بس الاسماء دي انا شفتها وواعيلها وفاكرها لغايه دلوقتي. اثرت في وجداني وعملت كوره كانت حلوه، كنت بشجع الزمالك بقوه، وكانوا لعيبه كبار
وعملوا تاريخ في نادي الزمالك وزادوا من جماهيريه وشعبيه نادي الزمالك. انا فاكر كابتن اسماعيل يوسف في خط النص ده كرة ما كانتش بتتاخد من رجله يا بودي. يعني لا تطلع من رجله لزميله باص، لا ياخد فاول، لا ياخد اوت. صعب جدا اسماعيل يوسف تلاقي الكرة تطلع من رجله تضيع منه او ياخدها لعيب تاني. صعب يعني حاجز على الكرة حلوة قوي يعني. يبقى احنا كده نقول في الفترة اللي انت شجعت فيها كانت في اوائل الثمانينات او في الثمانينات عامة. اوائل الثمانينات. هل الزمالك كان متفوق ساعتها ولا الاهلي كان متفوق ولا كانوا في مستوى الاثنين بعض الاثنين؟ لا كان الزمالك والاهلي هنا في الفترات دي في ندية، بس برضو احنا مش عايزين بقى نخش نتطرق في امور تانية. يعني انا فاكر كابتن حسن شحاتة الجول الشهير بتاعه في كابتن اكرامي اللي ما اتحسبش، اللي اتحسب ان هو اوف سايد وكان كون 100%. ده الكابتن اكرامي حتى في برنامج قريب جه وقال له وضحك في البرنامج، وكانوا مستضيفين نجوم مصر حسام حسن وكابتن حسن شحاتة. الكابتن اكرامي نفسه قال لك الكوره جول. يعني دي كان وده راح منه، ده راح دوري من الزمالك في الفتره دي. فكان شويه لجنه التحكيم او التحكيم في مصر كان شويه فيه الى حد ما مجاملات للاهلي في الفتره دي. وده مش معناه ان الاهلي ما كانش فريق كبير، لا الاهلي فريق كبير وكان فيه نجوم كبار، وكان كابتن مصطفى عبده وكابتن وكابتن خطيب وكان كابتن مختار وكان في ناس في خط الوسط كبيره وكانت في لعيبه كبيره في الاهلي. اكرامي وحش افريقيا في الاهلي، كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه كان حارس مرمى متميز. ايه اكتر فتره بقى انت اتعلقت بيها في الزمالك جدا؟ انت بتقول 8 سنين بدات تشجع كوره او 7 سنين. ايه اكتر فتره بقى بدات بتروح الاستاد تشجع الزمالك بقلب قوي؟ الفتره اللي هي بتاعت ثانوي ابتدينا نكبر شويه، ومن ضمن الحاجات بقى وهقول لك على النقطه دي فكرتني بذكريات جميله. كنا في مدرسه التوفيقيه في شبرا، فطبعا في الفصل كنا حوالي 60 عددنا، هنقول 50 اهلاوي مثلا، هنقول مثلا 45 اهلاوي و5 ملهوش في الكوره ولا 10 والباقي زملكاويه. بس الزملكاويه كان فيهم ناس بتلعب كوره وكان فيهم ناس فاهمه كوره حتى الان الوقت ده احنا كلنا كنا اصحاب وبنلعب مع بعض وحبايب. بس كان يوم جمعه مثلا ماتش، طب هنروح ازاي نتفرج؟ انا مثلا معايا 3-4 زمايلي في المدرسه زملكاويه و6-7 اهلاويه. كنا بنعمل ايه؟ بنتفق مع ميكروباص يجي لنا في شبرا في شارع الترع منطقتنا، صحابنا يتجمعوا باعلام الاهلي واعلام الزمالك، الاهلاويه والزملكاويه معاهم اعلام الزمالك. بنركب مع بعضينا متفقين مع الراجل هتوصلنا الاستاد، وبعد ما نخلص هنقف مثلا في الحته الفلانيه جنب صلاح سالم ناخدنا ونرجع على شبرا استاد القاهره. تمام متفقين تمام التمام، وهنروح مجموعه مع بعض. احنا اخوات واصحاب في الاول وفي الاخر. دي كوره هنروح نتفرج على الماتش، الفرقه اللي هتكسب خلاص كسبت والفرقه اللي اتغلبت خلاص. ما كانتش الامور بالعصبيه اللي بنشوفها والحاجات اللي حصلت في الكوره الفتره الاخيره، لا ما كانش فيه الكلام ده. كنا بنروح مع بعض، هم مطلعين على الجنب اليمين اعلام الاهلي وعلى الجنب الشمال واحنا على الجنب الشمال مطلعين اعلام الزمالك. هو بيشجع احنا بنشجع. تمشي بقى الناس زمان في مصر، احنا شعب دمه خفيف وبنحب الهزار. تبص على الموقف يضحكوا. واحد يجي يبص اهلاوي مطلع علم الاهلي، فيجي يبص مع الجنب اليمين في جمهور الاهلي، يجي العربيه تيجي الناحيه الثانيه يقول زملكاويه. طب الله انت معدي. فالمواقف دي كنا بنضحك وبنهرج وواخدين الموضوع كهزار. منين ما يخلص الماتش خلاص الفرقه اللي اتغلبت عادي والفرقه اللي كسبت عادي. طبعا رحنا احنا اوقات كتير الاهلي كسب ونرجع زعلانين، وكتير نروح الزمالك يكسب والاهلاويه اللي معانا يرجعوا زعلانين، يقعدوا في الكنبه اللي ورا مقلضمين شويه وكده خلاص، ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض، بس ما كناش بنستفز بعض او نغلط في بعض. احنا جيلنا شويه كان في روح رياضيه، واحنا اصلا كنا بنلعب رياضه في مدرستنا، كنا بنلعب كوره وبنلعب هاندبول وبنشارك في دوريات زمان. حته الهاندبول دوريات وكده. حته الهاندبول بقى من كتر تعلقك بالزمالك انت لعبت هاندبول في نادي الزمالك. ده كلام صح؟ انا كنت بلعب هاندبول كويس في مدرستي، لان كان مدرس التربيه الرياضيه في اعدادي في مدرسه شبرا القوميه في شبرا كان استاذ خالد عشماوي. استاذ خالد عشماوي ربنا يديله العمر والصحه لغايه دلوقتي بنقابله. هو كان اصلا خريج تربيه رياضيه قسم هاندبول. فمع ان الملعب صغير شويه بتاع المدرسه رباعي كده، فكنت لعبوا هاندبول فبنلعب هاندبول كتير بدل كوره. طبعا كلنا بنلعب كوره، كلنا كنا بنلعب كوره كويس وكده، وكنا بنشارك في كذا لعبه في المنتخبات. يعني انا لعبت العاب فرديه لكن في الهاندبول تميزنا مع استاذ خالد ان هو اصلا تخصصه وتعلمنا اساسيات اللعبه وقانونها صح، الدبل دريبل كده.
وبعدين مع الاجسام اللي في الهاندبول بتحتاج احتكاك وبتحتاج قوه بدن زي البيسبول الامريكي كده، محتاجه قوه بدنيه وبتاع. فكان عندنا اطوال وكان عندنا قوه بدنيه انا وزمايلي، فكان منتخب مدرستي قوي لدرجه ان انا رحت لعبت ماتش فرقه مدرسه اسمها شبرا الحديثه في مدرسه شبرا العدليه في دوري المناطق زمان، الكلام ده سنه 90. كسبنا 7-2 و8-2 بنكسب بفروقات لان احنا كنا متميزين. ورحنا لعبنا بطوله القاهره برضو هاندبول كله. هاندبول غريبه برضو انك تلاقي في مدرسه لعبه هاندبول منتشره، العكس اللي بنشوفه دايما الكوره، دايما الكوره هي اللي بتطلع. الكوره كان في كشاف بيجي من نادي الاهلي زمان اسمه محمد المهدي، كان بيلف كل مدارس شبرا ومطلع لعيبه كبار، واللعيبه لعبوا دوريات، منهم كان لعيب باك رايت في نادي انبي ولعب موسمين في الزمالك اسمه عادل فتحي، ده دفعتي طالع من شبرا وطالع بالكشافين. كان كشاف اسمه محمد المهدي الله يرحمه، ده كان كشاف من الاهلي، بيجي وقتها يعدي علينا وياخد المواهب الفذة من كل مدرسة والبارزين وياخدهم في مدرسة السعدية في الجيزة، يعمل لهم زي معسكر ويشوف مستواهم عشان ياخدهم للأهلي أو كده. كان زمان في كشافين، دي حاجة مهمة، وكانوا بيطلعوا لعيبة من المدارس خاصة الكرة والنجوع. ما كانش حد بيعرف يوصل للقاهرة ويروح اختبارات بصعوبة، والناس زمان ما كانتش بتقدر تتواصل زي دلوقتي بقى تواصل اجتماعي، والشاطر طلع لابنه فيديو على السوشيال ميديا يبقى ترند ياخده نادي زي الكابيتانو، مشروع كبير. ما كانش الكلام ده موجود ايام ما كنا احنا بنلعب. بس احنا كان عندنا والله في مدرستي دفعتي وصحابي وزمايل عمري لعيبه كبار كانوا ممكن يكملوا في منتخبات في نوادي. بس احنا ايامينا كانت الاهالي في البيوت مهتميه بالدراسه اكتر من الرياضه، فدايما كانوا بيحسوا ان الرياضه هتشتتك. انا سنه 91 رحت عملت زي اختبارات هاندبول في نادي الزمالك. كان كابتن مصطفى الاحمر والد الكابتن احمد الاحمر، هو اساسا بورسعيدي. عملت اختبارات هناك وكان معاه كابتن اسمه طلعت مصطفى، انا متذكر الاسم. وفعلا انا انضميت لفريق الهاندبول بتاع نادي الزمالك ناشئين، وقعدت فتره في الصيف بتمرن معاهم. جينا بقى كانوا بيعملوا لنا الكارنيهات في شهر اكتوبر او نوفمبر على ما اعتقد بقى سنه 91. والدتي بقى كنت انا داخل التوفيقيه في ثانوي، بركب بروح مواصلات، المشوار بعيد، بتمرن يومين في الاسبوع. في ثانوي وكده لا دراستك لا مستقبلك. فقعدوني من النادي ساعتها. وانت لعبت رياضات كتير كمان، بس مش عايزين نخش لان دي محتاجه حلقه لوحدها. بس لعبت كذا رياضه يعني، لعبت كذا رياضه، لعبت هاندبول ولعبت كوره ولعبت شويه ملاكمه في ثانويه عامه عشان ناخد درجات الرياضي في الاختبارات بتاعت الكليات العسكريه. كانت موجوده اياميها. بس هي عامه الرياضه كلها مهمه وحلوه وجميله، بس دايما دايما ان انا ميولي كلها لنادي الزمالك. صح. حتى كل الالعاب اللي بيلعبها نادي الزمالك بكون متابع احيانا لو عندي وقت. صح. الفرق بتاعت الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، حد من ابناء نادي الزمالك بحس ان هو من عيلتي. طيب حتى زمان في بطوله الزمالك كان واخدها في الدوري في بيتنا في شبرا، بيت عيله كده، كنا عاملين العلم، احنا معروفين ان البيت كله زملكاويه، العلم من اول البيت لاخره بطولة. تفتكر سنة كام وكانت بطولة ايه ولا ما تفتكرش؟ يمكن في الألفينات؟ كانت بطولة أفريقيا 93، لأن احنا خدنا 5 مرات بطولة أفريقيا. أنا كنت لسه هسألك بقى، أنت حضرت الخمسة؟ 84 كنت صغير. 86 أوعى، لأن 86 دي كانت بطولة أفريقيا كمان بتتنظم في مصر. وطبعا كانت مصر الحمد لله توفقت وخدت البطوله. افريقيا بتاعت المنتخبات يعني؟ منتخب مصر كان طاهر ابو زيد حط جول الشهير في الزكي في المغرب. كانت فرقه قويه جدا وكسبنا بالعافيه ساعتها 1-0، وكسبنا كان كابتن ثابت البطل وبتاع. فرقه المغرب ساعتها انا فاكر كمان اسماء لاعيبتها. كان في لعيب في خط الوسط اسمه عزيز بودرباله، ده لعيب حريف قوي قوي. انا بتكلم في حاجات الثمانينات، اكيد الناس اللي متابعه كوره من زمان بتشوف الفيديو هتفتكر الاسماء اللي انا بقولها دي. هي البطولات اللي الزمالك خدها، خد 84 و86 و93 افريقيا للزمالك. الزمالك حصل على 5 بطولات سنه 84 86 93 96 2002 كانت بجول تامر عبد الحميد. 2002 دي الرجاء البيضاوي. ده كانت ماتش ما انساهوش. تامر عبد الحميد كان رئه ثالثه في خط وسط نادي الزمالك، كان راجل مجهوده كبير قوي. يعني نقدر نقول انك حضرت وقعت على 4 بطولات افريقيا.
4 بطولات افريقيا. انا ما حضرتش ولا واحده للاسف. ان شاء الله ربنا يكرم وتحضر. طيب خلينا نتكلم بقى في نقطه تانية. دلوقتي احنا اتكلمنا على الفتره القديمه، دلوقتي بقى خلينا نشوف في الجديد. الزمالك بقى له اكتر من حوالي بنتكلم في 22 سنه ما خدش بطوله افريقيا، تمام. وطلع وصيف مرتين، 2016 ساعه ماتش سان داونز اللي انت كنت حاضره في برج العرب، ومره تانية في بطوله القرن بتاعت برج العرب ده في 2016. في 2016. وفي بطوله تانية كانت في بطوله 2020 بتاعت الاهلي والزمالك. فانت رايك ايه اولا في الموضوع ده؟ هل كان كل ده انك حوالي فوق ال 22 سنه ما بتشاركش بطوله، ما بتاخدش بطوله افريقيا عكس النادي الاهلي؟ انت في 2002 كان الزمالك معاه 5 بطولات افريقيا، الاهلي ما كانش معاه غير بطولتين او 3. الزمالك حصل سويتش في 22 سنه، الاهلي اصبح معاه 11 افريقيا والزمالك معاه 5 افريقيا. دايما انا بقول لما باجي اتكلم عن نفسي، ماليش علاقه بالنادي المنافس، المهم ان انا بكسب وافوز. بس دايما بيبقى في منافسه ما بين القطبين. اول السبب برضه استقرار اللي كان موجود في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي كان منظم اوراقه، كان شغال بطريقه بروفيشنال شويه، كان النادي محتاج لعيبه في مراكز كتيره كان بيجيبها. وبعدين برضه ما ننساش حاجه مهمه جدا جدا عملها الاهلي في الاسماعيلي خد بطوله 2002 وانا متذكر كان في لعيبه تقيله جدا في نادي الاسماعيلي، بركات، اسلام الشاطر، عماد النحاس، كان كمان سيد معوض. الاهلي خد النجوم الكبار في الاسماعيلي اللي كان هيئه الفريق نقلهم ليه، اصبح الاهلي فوق والاسماعيلي واقع. حصل ده، ومن هنا ابتدى الاهلي يعلى، وابتدى الاهلي. بس دي حاجه عاديه، دي صفقات يعني. ماشي، ما هو استغل بزنس يعني. الاهلي استغل البزنس، يعني استغل سياسته واستغل الموقف لصالحه. صح. خطف اللعيبه اللي كانت فارقه مع الاسماعيلي، واي لاعب يتمنى يلعب في الاهلي والزمالك. برضه امكانيات، طبعا امكانيات الماديه للنادي الاسماعيلي غير الامكانيات الماديه للنادي الاهلي. الاهلي بجماهيره بامكانياته بالدعم اللي بيجيله والدعم المادي، لان النهارده الكوره صناعه، والكوره في مصر وغير مصر بقى بيزنس كبير طبعا يعتمد على راس المال وراس الماليه. هنا الاهلي استغل الفرصه. شفنا نادي كتير زي كده. اول 2002 الفتره اللي انت بتتكلم فيها اخر 20 سنه، الاهلي خد اكتر من بطوله في افريقيا، خد 7 أو 8 بطولات في افريقيا يعني في تاريخ قليل، وخد بطولات دوري وخد بطولات تانية كتيره، ولعب كاس عالم 2006 ووصل ان هو ثالث عالم، ولعب كاس عالم، وشارك كاس عالم كتير، وشارك كاس عالم قريب، وبرضه عمل انجازات كبيره. استقرار البيزنس والماده برضه فرقت مع النادي الاهلي، تحت طبعا الخطط اللي هم شغالين بيها، لان الفلوس بتخليك تجيب لعيبه في مراكز كتيره. صح. خد عبد الله السعيد ابن الاسماعيلي برضه في الفترات اللي فاتت، خد ناس كتير، وطلع ناس من الناشئين عنده. احمد فتحي كباك رايت يعتبر الباك الاحسن بعد ابراهيم حسن في تاريخ الاهلي. صح. يعني احمد فتحي فتره كتيره اهم باك رايت جه للنادي الاهلي ومنتخب مصر بعد ابراهيم حسن. احسن من محمدي، احسن من كله. طبعا ابراهيم حسن في تاريخ، انا بتكلم بقى مش هتكلم على الاهلي والزمالك، ابراهيم حسن ما جاش باك رايت انا شفته او يمكن حد تاني خلال 30-40 سنه في تاريخ كره مصر احسن من ابراهيم حسن. جه بعد احمد فتحي جه بعديه، احمد فتحي سد المكان ده، وكان برضو احمد فتحي نقطه مؤثره في منتخب مصر واثر في البطولات اللي خدها منتخب مصر. صح. طيب خلينا نخش برضو، خلينا في الجديد شويه. انت برضو وانا وانت عاصرنا منتخب مرتضى منصور كمجلس اداره. اولا انت ايه رايك اولا في مجلس اداره مرتضى منصور في الفتره اللي قعدها؟ حقق بطولات، ولكن انت ايه رايك كفكره نفسها؟ انا هقول هنسيب التاريخ يقول ما لي وما عليه، تمام، فيما بعد مش فيما قبل. هو الراجل كان بيشتغل بطريقه معينه، اكيد اخطا في حاجات واكيد نجح في حاجات. هنشوف الجهاز الجديد، مجلس الاداره الجديد شغال كويس عامه. حسين لبيب وراجل رياضي وراجل بيزنس مان، وهو مجلس طبعا محترم، وحل كذا مشكله، حل فك القيد. كابتن احمد سليمان معاه ومع مجموعه مخلصه وزملكاويه كبيره. خلينا نشوف خطواتهم. هم بايدين النهارده، شايفين الزمالك اهو بطوله كاس الاتحاد في لسه خلصانه من شويه ماتش 3-0 للاهلي السعودي، نتيجه تقيله، والزمالك لعب ماتش بروقان وبالراحه
وكسب باقل مجهود. زي ما الاهلي برضو كسب الاتحاد. الفرق المصريه اهو مش بالفلوس، بكعبها عالي على فكرة. بالمجهود في الملعب وبالاداء الرجولي. صح. اللعيبه مصر ان كانت اهلي او زمالك افضل من اللعيبه اللي محترفه اللي ما بتمثلش انتماء النادي. يبقى انت تبتدي بالقاعده، بتبتدي بالناشئين، هم اساس الانتماء والولاء. بدل ما تفكر تجيب لعيب بفلوس اوروبي وتحطه في فرقتك، لا، ابن النادي لو انت استثمرت فيه واشتغلت عليه صح وعملت له شغل بروفيشنال من قاعده وبيتدرب، وراجل دكتور غذائي وراجل دكتور بدني، وابتديت تستثمر فيهم، هتطلع مفرغه وهتطلع لعيبه احسن من الدوري الاوروبي. بدليل ان محمد صلاح نجح في اوروبا وبقى احسن لعيبه العالم وهو ابن مصر. طبعا. خلينا نتكلم في نقطه جدليه شويه، وهي نقطه قديمه شويه بس النقطه جدليه حابب اسالك فيها. هي نقطه امام عاشور، ونقطه ان ازاي لاعب يبقى في نادي الزمالك ومن احسن اللعيبه في نادي الزمالك ولاعيب ابن النادي ينتقل الى ميتلاند الدنماركي، وبعد كده مفيش خلال 3-4 شهور ان اللعيب يلعب في النادي الاهلي فجاه وبدون. هل تحمل القرار ده على مجلس الاداره ان هو سابه وما عملش احتياطاته، ولا تحمل القرار ده على ايه بالظبط؟ انا هو يعني هقولها لك ببساطه وبشياكه. احنا في عصر الاحتراف، الانتماء بقى اقل بكتير من زمان. انا شفت بعيني سنه بدايه الالفينات نجم نجوم مصر ونجم نجوم نادي الاهلي حسام حسن لابس تيشيرت الزمالك. حسام حسن ده في النادي الاهلي ما كانش لعيب عادي، كان لعيب سوبر. حسام حسن ده كل الناس اللي اتفرجت عليه في الاهلي وفي منتخب مصر كان شيكابالا راح الاهلي مثلا، ولا في الاحلام. ولا حسام حسن كان بيلعب في ماتشات كتيره منتخب مصر عنده اصابات وما طلعش من الملعب يجيب اجوال ويكسب. ده راجل مش هنقول راجل خارق، لكن راجل فايتر جدا. في لعيب فايتر وفي لعيب في الملعب حلو وجميل وبيأدي وخلاص. حسام حسن من اللعيبه الفايتر، تحس ان هو بيلعب كده ماسك آلي في ايده، صح. داخل حرب. وامام عاشور كان لاعب كويس جدا في الزمالك. امام عاشور لعيب كويس. ابراهيم سعيد لعب في الاهلي وراح لعب في الزمالك ولعب في الاسماعيلي. رضا عبعال كان لعيب خط وسط مهاري، كان بيلعب جنب حماده عبد اللطيف. الاثنين دول دويتو في الثمانينات ما لهمش حل. ورضا عبعال لبس تيشيرت الاهلي، وكان في ماتش دوري انا فاكر اواخر الثمانينات تقريبا، كان هيفرق قوي ب3 بونت الاهلي في دوري، في ماتش اسمه فرقه شبين الكوم، وكان دوري ممتاز بتلعب في شبين. الماتش ده كان رضا عبعال احتياطي في الاهلي، نزل في الدقيقه 90 جاب جول في الدقيقه 92 تقريبا، خد الاهلي الدوري. رضا عبد العال اللي كان بيلعب في الزمالك. فالفكره زمان احنا عاطفيين، يعني حتى من زمان موجوده ايه اخر فتره. احنا عاطفيين ودايما انا بحب شيكابالا. ما تخيلش ان شيكابالا يلبس فانلة الاهلي. حسام لعيبه كتير في الاهلي ما ده بالظبط، ما تتوقعش، وممكن مع الوقت ومع الظروف تغير. امام عاشور لعيب سوبر ولعيب خط وسط في ناحيه نزعه هجوميه، شويت، شفناه في المنتخب. حريف، لعيب عنده امكانيات عاليه بس لسه صغير. بس دايما امام عاشور بتحس ان هو في مشكله شويه في طريقه تفكيره، عقليته، المنتاليتي. ابراهيم سعيد صح، من احلى لعيبه شفتها لمست كوره في مصر. لعب ليبرو، ديفندر، مساك، خط وسط، بص بيشوط وبيجيب اجوان وهداف، مدافع كويس، مدافع ملوش حل، حريف، ستايله اوروبي ولعب في اوروبا، بيلعب كوره اوروبي. يعني ابراهيم سعيد ده بص معجون كوره ولعب في اوروبا، لكن كانت دماغه دايما تطلع بره الكوره، فدايما كان يروح يخبط في حيطه فما كملش، يحصل له مشاكل. طريقته، اسلوبه. لا، امام عاشور الشخصيه القريبه دي لكده برضو عنده مشكله في طريقه تفكيره شويه، لكن ان هو راح وانتقل بطريقه فيها لف ودوران وراح للاهلي مش مشكله. الزمالك يطلع من الناشئين لعيب زي ما طلع امام عاشور، يطلع لعيبه سوبر من ابناء النادي. لو انا بشغل على قاعده الناشئين من بدري كويس احتاجهم دلوقتي، هم اهم عندي من الفيرست تيم. لو قاعده الناشئين عندي قويه في النادي يبقى انا عندي فريق تقيل. صح، بعد 5 سنين بعد 6 سنين عندي منتخب قوي لو انا شغال من دلوقتي بروفيشنال. صح. فامام عاشور يعني ربنا يوفقه مع منتخب مصر. احنا افريقيا بتتلعب دلوقتي كمان ساعه الماتش، وسلامته برضو الف سلامه على الاصابه اللي حصلت له في التدريب.
ده لاعب مصري، ما نحبش لاي حد من لاعبتنا الاذى او الضرر. احنا عايزين ان شاء الله مهما كانت قوه الاهلي والزمالك ومهما كان قوه الجمهورين دول، احنا رقم واحد عندنا منتخب مصر. قلنا انك انت شجعت الزمالك بسبب ان البيت كله زملكاوي والعيله كلها زملكاويه، وقلت عمك. عايزين نفهم الحكايه دي. انا ما رضيتش اغليها في الاول، دخلنا خلصنا الحلقه في اخر الحلقه بقى عايزين نفهم. انا ابتديت وانا صغير، اللي حبيبني في الكوره عمي كان بيلعب كوره وكان لعيب كويس وبيلعب دورات رمضانيه في شبرا وبتاع، انا بروح اتفرج عليه فحبيت الرياضه، ودايما كان ياخدني نوادي واتفرج عليه وهو بيلعب، فانا اتعلقت بالحته دي. جاي من المدرسه من تانية ابتدائي، لسه واخد شنطه المدرسه على ظهري ومروح البيت. كان بيت جدتي قبل بيت امي ب10 بيوت يعني، ده رقم 36 ده رقم 46. الناس الاقيه واقف، انت لسه جاي من المدرسه؟ يلا. كان زمان بيلعبوا متوشه بدري العصر يعني، راجع من المدرسه الساعه 1:30 لسه رايحين الاستاد بقى واحنا من شبرا، بسرعه اروح جاري يلا مامتي مجهزه لي بقى ايه سندوتش الحق تاكله او لقمه او حاجه عشان تلحق تروح. وانت صغير 6 سنين 7 سنين 7 سنين 8 سنين، اروح جاي رايح وعارف انك رايح للزمالك واحضر واشجع بقى، وقاعد في وسط جمهور الزمالك الدرجه الثالثه، الجمهور اللي بجد جمهور الزمالك، واغاني الحلوه اللي كانت بتقال. لغايه دلوقتي وحافظ، ودايما بقى انا يعني حتى احنا بنروح ماتش في الثالثه مين لسه لغايه دلوقتي الاغاني شغاله دلوقتي. واحب اقعد في درجه ثالثه، احب دايما اقعد مع جمهور الدرجه الثالثه، وانا احب برضه اقعد. حتى جات لي دعاوي كتير درجه اولى، وجات لي دعاوي كتير في ماتشات قعدت مقصوره وجربت الاحساس ده. لا، احساس الدرجه حلو، بس لو مش ماتش مش فرقتين يعني مش فريقك بيلعب، انا رايح عشان اشجع منتخبي ولا فرقتي، فدايما عايز اقعد مع الجماهير. وجمهور مصر ده وجمهور الزمالك اعظم جمهور في الكون طبعا. انا حضرت على فكره كاس العالم في روسيا، وحضرت ماتش مصر، كنت بتشارك الزمالك كمان في كاس العالم في روسيا. الزمالك، وبعدين وانا قاعد في المدرجات في ماتش سان بطرسبورغ، في ماتش روسيا في استاد سان بطرسبورغ، مدينه جميله جدا، وانا قاعد وبعدين لابس تيشيرت منتخب مصر طبعا وقاعدين بنشجع وبتاع، فلقيت في الاستاد كده حوالين مني 3 4 لابسين تيشيرت الزمالك، جريت عليهم على طول اكنهم اخواتي او اصحابي، وتعرفنا على بعض، كانوا دكاتره ومهندسين وانا كان معايا تيشيرت منتخب مصر وتيشيرت الزمالك. طبعا اثناء اللي رحنا لابسين كلنا تيشيرت الزمالك، وتصورنا كلنا مع بعض في الاستاد ونزلت حتى على مواقع كتير للزمالك، ساعتها كنت مبسوط قوي. اخر نقطه هنتكلم فيها وهي الماتشات الجايه. الزمالك هيلاعب الاهلي مرتين، هيلعبوا مره في الدوري يوم 13 فبراير وهيلعبوا مره في الكاس في رمضان تقريبا. حلو. الزمالك حتى الان ما جابش صفقات، بنسمع وسع على صفقات على مدرب اجنبي. توقعك ايه في حاله حتى لو الزمالك ما جابش صفقات؟ الزمالك هيعمل ايه قدام الاهلي في الفتره اللي الاهلي فيها كويس جدا؟ اولا معتمد جمال مشي فتره انتقاليه وابن النادي جابوه في فتره انتقاليه، عمل نتائج ايجابيه مع الفريق، لسه واخد بطوله كاس اتحاد جده، كاس التحدي في دبي، وتفوق بالفرقه بشكل هجومي، تغييرات موفقه، لعيبه بتأدي كويس. بس انا عيب عليه مش مدير فني يعني. انا ما هو انا دلوقتي ببص على ال3 بونت بتاعت كل ماتش، بس لو جينا بصينا لكن مع الاداء خسر ماتشين برضه، الاداء بيتحسن، مفيش مشكله. ما هو طبيعي ان انت ما انتش لو اعظم مدرب في العالم ما انت لازم تخسر. كرة فيها مكسب وخساره، بس هو كفنيات بيبان، كمدرب بيبان. لازم نتقبل المكسب، نتقبل الخساره. فرق كتيره قوي بتبقى محققه ارقام كبيره قوي، بتيجي برضو ايه بيجي لها فتره بيحصل لها دروب وتقع. طيب توقعك ايه بقى في الماتشات دي؟ في ماتش في الدوري وماتش نهائي كاس. ادي ولود النادي حقهم. دايما مدربين نادي الزمالك شوفهم في الدوري عدهم، مدربين بتعمل شغل كويس وبتعمل نتائج ايجابيه كويس. طارق مصطفى وبتطلع بفرقها. طارق مصطفى ده عمل شغل في المغرب غير عادي، لازم انا استعين بيه في نادي الزمالك. طارق يحيى مدرب كويس وخبره كبيره. كابتن يعني فاروق جعفر، مدربين كتير قوي من فاروق جعفر لا يصلح نادي الزمالك. في يعني. كابتن حلمي طولان يعني. الزمالك دايما بيطلع يعني انت مش مع المدرب الاجنبي حتى لو مدرب كويس؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والازمه العمله الصعبه، انا مش مع المدرب الاجنبي،
ولا منتخبات. سيبك من العمله، هو في اتفاق ان خلاص في مدرب اسمه هويفكنز كان بيدرب فرقتين في بلجيكا وطلع بيهم دور 16 الموسم اللي فات في دوري ابطال وكده. فهو المدرب ده رسميا جاي، بس هم قالوا هيعلنوا بعد البطوله عشان ما يخمدوش امال ايه معتمد جمال والكلام ده كله. هل انت معاه ان هو لو تمام وجاي مفيش مشكله، ولا انت شايف ان مثلا لعيب مدرب زي طارق مصطفى زي حسام حسن؟ انا شايف ان مدرب زي معتمد جمال كمدير فني مشي مع الفرقه وعمل نتائج كويسه، ياخد فرصته كامله. هو دلوقتي محتاج ايه؟ لعيبه. احنا سمعنا دلوقتي ان الزمالك تعاقد مع عبد الله السعيد، انت محتاج صانع العاب بس عبد الله السعيد كبير برضه سنا يعني. هيديني موسم عندي قائد. طب شيكابالا 38 سنه ماشي، بس يا عم بالظبط هيبقى عندي لاعبين كبار في الملعب. شيكابالا لغايه دلوقتي بيكسبني مطوشه. بس شيكابالا لعيب مودي برضه يعني. لا ليه مودي؟ شيكابالا اخر موسمين عامل ايه مع النادي؟ عامل انجازات، بس هو يعني كلاعب النهارده برضه تهديف وكوره مؤثره. وبعدين غير ان شيكابالا في ماتش تلاقيه حط جون. الاجوان لو بصيت اللي جابها نادي الزمالك 90% بصمه شيكابالا. صح. فشيكابالا وجوده اصلا محتاج شباب يعني، محتاج انا معاك، بس انا لازم وانا بلعب مع فريق زي الزمالك يكون عندي قائد وخبره في الملعب طبعا، او قائد وخبره على الدكه. اللعيبه بتلتف حواليه، اللعيبه بتحبه. شيكابالا اللعيب الناشئ اللي بيجي بيحتوي، نحس ان هو اخوه كبير قوي. شيكابالا كمان زملكاوي وبينتمي لنادي شيكابالا ده كان بينام في تحت مدرجات نادي الزمالك. فشيكابالا ده زملكاوي حتى النخاع. فدي عناصر انا دايما تكسبك ماتش بحب الانتماء، بحب البني ادم اللي عنده انتماء، البني ادم المنتمي حتى لو هو فنيا اقل بيدي في الملعب. لان صح. الكوره شفناها في افريقيا ما اعتمدتش على الاسماء الكبيره في المنتخبات. شفنا فريزه غينيا الاستوائيه طلعت، تونس طلعت من الدور الاول، مصر نتائجها مش هي، اي نعم وصلنا دور 16، لكن بص على فرق جديده زي غينيا الاستوائيه، كاب فيردي، غينيا الاستوائيه، فرق ما بنسمعش عنها، غينيا، فرق موريتانيا. يعني موريتانيا ايه تاريخها في الكوره؟ بس خلال 90 دقيقه عمل اداء في الملعب والناس اشتغلت كويس ومكمله وعامله نتائج ايجابيه، ومش عارفين هيحصل مفاجآت ايه في الدور ال 16. هي كمان تقريبا غينيا الاستوائيه صعدت لربع النهائي تقريبا، لسه خلصان ماتش كسب يعني. طيب تقريبا يعني انا تاريخها ايه جنب الجزائر؟ تاريخها ايه جنب تونس مثلا؟ فالكوره بتعترف بالاداء والتطور. 90 دقيقه في الملعب، روح قتاليه بتخلص. طيب خلاص، في كلام انت عايز تقوله؟ انا اتبسطت قوي اتبسطت برضه الحلقه بتاعتك، وانت راجل زملكاوي محترم وانا بحبك جدا، وانت راجل بتفهم كوره ومش زملكاوي بالوراثه، لا صح. انت حبيت الزمالك برضه 2014 يعني انت حبيت الزمالك كفريق، وبرضه بتنقد فرقتك، بتقول السلبيات والايجابيات في الفريق. صح. دي كانت حلقتنا النهارده، اتكلمنا فيها على كل ذكريات الزمالك من اول ما بابا كان بيشجع الكوره ووقع على الكوره في نادي الزمالك وبس كده. كان كل حاجه اقدر لك في الحلقه دي. ما تنساش تعمل لايك شير بس كده. سلام.